اهلا اهلا معاكم ميرنا، وده الفيديو التاني من سلسلة نتعلم الرسم بالالوان المائية. عامة دي كانت كروت عندي قديمة جدا، فانا قررت استغلها واعمل معاكم رسمة بسيطة وسهلة جدا ممكن اي حد في الدنيا يعملها. جهزت الادوات وشغلت البودكاست المفضل بتاع انس، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. مبدئيا من اكتر الالوان اللي انا بستخدمها هو اللون الابيض، فانا حاولت ان انا احط طبقات كتيرة من اللون الابيض علشان تتدارى. يعني انا حطيت لون ابيض مائي، وحطيت اكليريك علشان يتدارى. مش عارفة الكواليتي بتاعت الالوان مش حلوة ولا كان محتاج طبقات اكتر علشان يتعمل يعني. وبعد محاولات كتيرة جدا ده كان شكل الكارت. هتجيب اي قلم رصاص موجود عندك، مش شرط نوع معين، يعني اللي هو فيه اقلام العاديه جدا اللي كنا بنستخدمها زمان هتنفع، ما تستصعبوش يا جماعه. ولو انت عندك مثلا ورقه من نوت بتاعه رسم هتنفع جدا، مش شرط الكارت ده يعني. بس انا هو كان عندي فانا حبيت اغير. الرسم ببساطة هو عبارة عن شوية مثلثات ومربعات ودوائر، حرفيا هو مش اكتر من كده. اللي ركزته في الرسمة اللي انا رسماها دي هتلاقيها الدايرة عبارة عن شكل بيضاوي، شكل الكيك ده هتلاقوه انه عامل كده على شكل مربع. حتى الصوص اللي نازل من الكيك، يعني هو عشان دي شكلها كيك يعني هتبقى كيك، فهتلاقوها كده شوية انحناءات وكده، اشكال هندسية كلها. وعملت الكريز عادي شكل دواير كأنها متداخلة، واحدة ورا واحدة ورا واحدة. اعتقد انه الشرح باين اكتر من ان انا اتكلم يعني. بعد كده بدأت بقى المرحلة المفضلة بتاعتي، وهي مرحلة التلوين. ايا كانت نوع الالوان اللي موجودة عندك استخدمها، بس احنا علشان احنا بنتكلم في الوان مائية فيبقى بالالوان المائية. المهم يا جماعة، لو انتوا لسه مكملين بتسمعوا لحد الحتة دي فما تنسوش تعملوا فولو، وبجد ابعتولي رسوماتكم، ارسموا معايا الرسمة دي، انا هبقى مبسوطة جدا. المهم انا عملت الصوص والكريز باللون الاحمر العادي جدا، وجيت اعمل الكيك ما كانش عندي اللون اللي هو اللون بيبقى بتاع الكيك ده، فحطيت لون بني واحمر واصفر وخلطتهم على بعض علشان يطلعوا لي الدرجة بتاعة الكيك نفسها. فضلت اعمل كتير جدا لحد ما طلعت الدرجة دي معايا، واعتقد هي مظبوطة جدا. هي باينة غامقة هنا شوية في الكاميرا، ولكن هي في الطبيعة ما كانتش كده، بالعكس هي كانت فاتحة لدرجة ان انا اغمقها اكتر علشان اظلل الحواف بتاعتها، علشان تبقى واقعية اكتر يعني. وبعد ما خلصتها سبتها تنشف شوية الالوان اللي عليها دي، علشان ابدأ بقى في المرحلة اللي هتدي الكيك بتاعتنا واقعية اكتر. قبل ما ندخل في المرحلة دي لونت عادي الطبق بتاعنا باللون الرصاصي، حطيت لون ابيض على اسود عادي جدا، وبدأت الون الطبق اللي هي بتحط فيه. ما كانش ينفع اعمله ابيض علشان زي ما احنا بنشوف بيبقى لونه ابيض عادي، علشان انا عايزة يديه شكل واقعي اكتر، وتبقى الكيكة هي اللي بارزة اكتر يعني من اي حاجة. ندخل بقى على مرحلة التفاصيل. التفاصيل دي بجد هي اللي بتبرز الشكل، يعني بتخليه واقعي اكتر. يعني زي ما انتم شايفين انا بدأت استخدم اللون الاسود علشان احدد الطبق من بره، والجزء اللي من جوه استخدمته باللون الاحمر. التفاصيل دي زي ما قلت لكم هي اللي بتفرق جدا وبتدي الشكل كأنه حاجة واقعية جدا جدا. اعتقد الرسمة لحد كده سهلة ومفيهاش اي مشكلة. الخطوة بقى اللي بعد كده دي اللي هتفرق رسم ان انت رسم مبتدئ عادي جدا لحاجة شكلها بروفيشنال اكتر من الاشكال العادية. جبت لون احمر بس غامق، اللون الاحمر عادي، حطيت عليه حبة اسود كده علشان اغمقه اكتر. يعني مش شرط يكون عندك كل الالوان اللي في الدنيا، انت ممكن تستخدم الثلاث درجات الاساسية وتطلع منهم باقي الالوان والدرجات. لو انتم مركزين ان انا عملت الاوتلاين بس بتاع الكيك، شايفين تحسوها هتبرز اكتر لما كمان لسه احط لها اللون الابيض. بدأت برضو الكريز نفسه احدده كله باللون الاحمر الغامق ده علشان يبقى واقعي اكتر.
بعد ما خلصت كله تلوين هبدأ اعيد على الكريس تاني زي ما تشوفوا في الفيديو كده، ان انا هبدأ اعيد على الدوائر نفسها تاني من جوه باللون الاحمر، علشان انا كنت عاملاها خفيف جدا جدا جدا، فهبدأ اعيد عليها تاني. الحاجة اللي بتخلي الرسمة واقعية اكتر وشكلها احلى بكتير من انها مجرد رسمة عادية، بصراحة من وجهة نظري انا بحس ان هو الظل والضوء هو اكتر حاجة بتخلي الرسمة بتاعتك تبقى احترافية اكتر. وده هيجي اكتر بالممارسة، يعني ده مش هيجي في يوم وليلة ان انت تشوف رسمة وتحس انها تمام تحفة وهعرف اعملها وسهلة جدا. لا بالعكس، بالممارسة هتلاقي نفسك الرسم بيجي معاك، وبتعرف امتى احط الظل فين والضوء فين و... وكده. يعني اكيد انتوا فاهميني، فنانين بقى وفاهمين بعض وكده. وبرضو هتلاحظوا ان انا الكيك هغمقها برضو شوية. هغمق الدرجة بتاعت الكيك العادي دي، همشي بقى على الاوتلاين اللي من بره ده باللون الكيك، يعني فاهمين. بس درجة اغمق شوية. بعد كده عملت باللون الاسود كده، يعني بالكريس كده شوية. وجيت بقى الخطوة المهمة جدا للاماكن اللي احط فيها الابيض. الابيض ده هو اللي بيخلي الشكل بتاعك تحس ان هو واقعي جدا 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 جدا. هنعتبر ان الضوء جاي من الناحية مثلا الشمال اللي فوق دي، جاي ضارب في الكيك من الناحية الشمال، فطبيعي كل الاضاءة هتبقى في وشها. مش عارفة انتوا فاهميني ولا لأ، بس ده كان شكلها يا جماعة. اعتقد رسمة بسيطة جدا وسهلة جدا ممكن تستخدموها علشان تمرنوا ايديكم اكتر. ومتنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة علشان تشوفوا بقى الفيديوهات. وبس كده.